أول مرة بالتاريخ يتم اكتشاف بعوض في أيسلندا. الخبر هز العالم وأثار مخاوف بيئية كبيرة، والعلماء أطلقوا تحذير عاجل للبحث عن السبب. لايك ومتابعة وتعالوا أوضح لكم القصة أكثر. أيسلندا والقطب الجنوبي كانوا المكانين الوحيدين بالعالم اللي ما فيهم بعوض، وهذا الشيء بسبب البرودة الشديدة والعوامل الجوية القاسية. لكن الأسبوع الماضي تم العثور على 3 بعوضات في منطقة سكنية، 2 منهم إناث والثالث ذكر. الخطير بالموضوع أن هذا النوع من البعوض قادر يتحمل درجات حرارة منخفضة جدا، وهذا يعني أنه ممكن ينجو ويعيش خلال فصل الشتاء. يا ترى هل الوضع خطير لهي الدرجة؟ ممكن، لأنه باختصار ممكن يسبب مشاكل بيئية وصحية، وهو دليل واضح على تأثير التغيير المناخي. لأن وصول البعوض لمناطق كانت مستحيلة من قبل يعني أن الحرارة فعلا ارتفعت، والعلماء خايفين تكون هاي مجرد بداية لبداية تغيير بيئي كبير في أيسلندا. وبالأخير ما بنقول إلا الله المستعان.